السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم انجي سكين ودي قناة ان شاء الله. النهاردة هنعمل محشي كرنب خاص. معايا 4 كوبايات من الرز المصري مغسول ومتصفي مش منقوع، وبصلتين كبار مفرومين ناعم، معلقة كبيرة من الملح، معلقة كبيرة من الكمون، و3 معالق كبار من الكزبرة، 3 معالق كبار من الثوم المفروم، و3 معالق كبار من الزيت، وحوالي نص كوباية من الفلفل الاخضر المفروم ناعم حار وبارد. هنا بنبدأ ان احنا نخلط كل المكونات. طبعا مش هحط كمية التوم دي كلها، بخلط كل المكونات مع بعضها علشان محتاجة العصارة اللي موجودة جوه الخضار. هنا انا بعتمد على الخضار اكتر في المحشي من الرز. بعد كده ضفت 3 حزم من الكزبرة والشبت والبقدونس، ولتر من عصير الطماطم المتسبكة، و3 معالق كبار من صلصة الطماطم الجاهزة. هنا بدأت اقلبتهم. طبعا هنا ببدأ احشي الورقة الاتجاه الخشن بيكون جوه، او اللي فيه عروق بتكون جوه، الاتجاه الناعم بيكون بره. هنا ببدأ ان انا احشي الكرنب. بعد كده معايا الخس كنت غسلاه، وبدأت ان انا نشفت الورقة، ما سلقتهاش، سبتها لغاية ما نشفت، وبعد كده بدأت ان انا احشيها بالطريقة دي. هنا في الوقت ده معايا شوربة فراخ، وهنا بتبدأ ان انا اسقي الحلة لغاية السطر اللي قبل الاخير، مش بزود فيها الشوربة او المية. بعد كده ممكن نضيف على الوش، نحط طبق صيني او حاجه على اساس ان المحشي ما يفكش مننا. بعد ما بيتشرب ببدا ان انا ازود له قشطه بلدي على الوش. هنا هتظهر معايا كل المراحل. بعد كده انا بعتمد على الكمون والكزبره في المحشي، مش بعتمد على اي حاجه تانية، مش بضيف اي توابل تانية، بعتمد على الشوربه. هنا